يعجبني قوي اصرار السعوديين بامانه والله. كان من شهر كده ولا من كام شهر كان بيقول لك رونالدو مش هيكمل اساسا، وكان هياخد بعضه ويتكل على الله. وهوبا طلعت مقالات عن انهيار الدوري السعودي، وان خلاص اللعيبه كلها تسحب بعضها وتاخد بعضها من رونالدو، كأن رونالدو ده مثلا بيلم اللعيبه في الشنطه ويمشي بيهم، او مثلا هياخدهم على طياره واحده ويرجعوا كلهم مره واحده. مره واحده تسمع رونالدو جدد مع النصر، هوب. مش بس كده، هنجيب لك ميسي كمان. يعني بص يا عم رونالدو اقعد في الدوري السعودي وهنجيب لك ميسي كمان، تعمل بقى معاه احلى ماتشات بقى، ونرجع بقى لايام الدوري الاسباني ومنافسات ريال مدريد وبرشلونه ايام زمان بقى، ونفتكر بقى المنافسات دي وايام مورينيو وجوارديولا والتلقيح وكده. هو ناقص كده بقى، ناقص بقى يجيبوا جوارديولا ومورينيو كده، واحد يمسك الهلال وواحد يمسك النصر، ويقعدوا بقى ايه قدام بعضهم كده. انا قلت الهلال لان انا اتوقع ان ميسي هيروح الهلال. يعني انا شايف ان الهلال كان حظه وحش جدا مع نيمار. صفقه كان وشها وحش، على عكس كل الصفقات بتاعت النجوم اللي جت لبقيه الدوري السعودي، معظمها نجح يعني. نوعا ما بنزيما نجح مع الاتحاد، واعتقد هو انجح صفقه جت كبيره يعني، هو انجح واحد. محرز نجح مع اهلي جده. رونالدو عمل ارقام كتير جدا وكان هداف الدوري كذا مره مع النصر، فده معناه ان هو راجل، يعني راجل بيأدي. في لخبطه في الاداره وفي لخبطه في المديرين الفنيين وكده، بس في الاخر رونالدو ما كانش صفقه سيئه. فعلى حظ الانديه كلها، كل الصفقات اللي جات لهم اللعيبه الاجانب المحترفين كانوا لعيبه كويسه جدا وعملوا اللي عليهم باختلاف النتائج. الا الهلال اكتر نجم جالهم كان نيمار، جه خد كبستين وكل مندي ومصبي، وبعدين خد بعضه واتكل على الله، ما كملش حتى وما عادش. فانا اعتقد ان حظ بقى الهلال المره دي ان يجي له بقى التقيل بقى، يجي له ميسي بقى التقيل بقى، ويلعب تيشيرت انتر ميامي، ويجي لهم بقى بتيشيرت الهلال ويتصور ويعمل احلى لقطه واحلى لقطتين والكلام من ده. طبعا بالنسبه لي انا شايف ان دي خطوه طبعا مش محتاج اقول لك تسويقيا عامله ازاي، ان يبقى عندك رونالدو وميسي في دوري واحد. يعني ده هو الدوري الوحيد اللي عملها الدوري الاسباني، ان رونالدو وميسي مع بعض. فانت تخيل ان الدوري السعودي هيبقى فيه رونالدو وميسي. وانا مش مع الناس اللي هم ايه الناس السطحيه اللي شايفين ان المحترفين اللي بيجوا للسعوديه دول هيدمروا اللعيب السعودي او هيخلوا المنتخب السعودي متدمر. ما تبصش على النتيجه بتاعت اليومين دول، ما تبصش على النتيجه القريبه دي، بص على النتيجه البعيده. اكيد انت لازم تكون واحد فاهم انه مش اول ما المحترفين هيجوا الدوري السعودي اللعيبه السعوديه هتقلب لعيبه محترفه والكواليتي بتاعهم هيعلى، اكيد لا. اللي بيحصل ايه عموما في كل دول العالم، لما انت بتجيب لعيبه بالخبرات الاجنبيه ولعيبه اجانب ولعيبه عندها خبرات دوليه شبه اللعيبه العالميه دي كلاس ايه، هم بيجوا كبار في السن. هو اكيد مش جاي يعني وهو كبير في السن كده يعمل لك دوري تنافسي بس، لا. هو بيبقى لما فرصته ان هو يعتزل في البلد اللي هو فيها، لما بيقعد يعني كذا سنه زي رونالدو كده، هو في الغالب هو تكيف على جو البلد، تكيف على الكوره، فبالتالي هو مش بس هيبقى سفير للبلد دي. انا بتكلم على كل اللعيبه عموما مش رونالدو بس. هو ممكن احتماليه كبيره جدا يكون هيبدا، او يعني سهل جدا اقناعه بانه يكون زي جزء من مثلا مشرف على اكاديميه، او مثلا على مشاريع لاكاديميات سعوديه. ومن هنا بقى بتيجي الاستفاده القصوى للعيبه السعوديين، ان اللعيب الاجنبي اللي يجي لك ده اللي هو بقى زي رونالدو وميسي والناس دي يشرف على مشروع انشائك كلاعب سعودي. هنا بقى بيجي هنا الاستفاده، هنا اللعيب السعودي فعلا بيكبر. هتيجي تقولي طب ما هو المحترفين هناك في الفرق التانية وفي الفرق الكبيره المحترفين بيبقوا كتير، هو اللعيب السعودي هياخد فرصه؟ انا هقول لك هو مش هياخد فرصه، هو لا، ده هو هيبقى عنده فرصه كبيره جدا لما انا ابقى من النشء كده طالع متربي على ايد رونالدو ومحرز والناس دي، وان انا الناس دي كانوا بيشرفوا عليا وانا طفل. لما انا اجي اكبر انا غصب عني هفرض نفسي في الملعب. اللاعب السعودي غصب عنه هيفرض نفسه في الملعب، فهيقلل عدد الاجانب كده كده. والدوري الانجليزي خير مثال على ده. الدوري الانجليزي اكتر دوري فيه محترفين بنشوفه. ما اعتقدش ان في دوري في العالم فيه محترفين قد الدوري الانجليزي. هل منتخب انجلترا ما فيهوش لعيبه على كواليتي عالي؟ لا. يبقى ما تقنعنيش ان لو انت عندك دوري محترف عالي جدا ولاعيبه محترفه ان ده يقلل من كواليتي اللعيبه اللي موجوده عندك المحليه. بالعكس،
على المدى البعيد السعوديه هتستفاد جدا 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 من المشروع ده، ان اللعيبه الكبيره دي تنقل خبراتها للاكاديميات الصغيره، مش للعيب اللي موجود. يعني انت ما تقنعنيش مثلا ان كولوبالي لما يجي يلعب شويه جنب علي البليهي، علي البليهي هيقلب راموس؟ اكيد لا، خلاص ده لعيب كبر في السن. لكن كولوبالي ده لو بعد كده قعد في السعوديه بعد ما يعتزل وكان جزء من مشروع اكاديمي للعيبه سعوديين في نشء صغير، ويكبروا على الخبرات الاجنبيه دي، ساعتها اللعيبه السعوديه هتستفاد، وساعتها الدوري السعودي هيستفاد، والمنتخب السعودي هيبقى منتخب اقوى. فده رحله كبيره جدا سنين. ما تبصش على النتيجه القريبه وتقول المنتخب السعودي انهار من قدوم المحترفين للدوري السعودي. هي مش كده، مش بتمشي كده، هي بتمشي بخطوات على مراحل. دلوقتي انا جبت لعيبه اجانب، اكيد مستوى المنتخب هيتضر شويه، لان اللعيبه الكبيره اللي موجوده في المنتخب دلوقتي مش هتلعب مع انديتها الانديه الكبيره والجو التنافسي اللي كانوا بيلعبوا فيه. تمام. بس على المدى البعيد اللعيب الناشئ الصغير، وده اللي السعوديه اكيد بتخطط له، هو ده اللي هيكبر على تعليمات اللعيبه الكبيره دي، وهياخد خبراتهم وهيستفيد بيها. فدي النقطة اللي أنا بتكلم فيها، واللي أنا شايفها هي دي اللي هتكون نقطة تحول للعيبة السعودية وللدوري السعودي والكرة السعودية بشكل عام. إن اللعيبة اللي عندك دي زي ما أنت تستغلهم دلوقتي إعلاميا، وان هم يكونوا سفراء للسعوديه كرويا وكده، لا بس ما يبقوش كده، يشرفوا على مشاريع لاكاديميات ونشء صغير، لعيبه صغيره في الدوري السعودي. هو ده بقى اللي منين هتطلع اجيال محليه بكواليتي. اللعيب الغربي الاوروبي ده هيطلع كده، هو الدنيا بتمشي كده واحده واحده، مش بتبقى من سنه ولا 2 ولا 3. فده وجهه نظري عموما في مشروع السعودي. المشروع السعودي عموما اللي انا شايفه ان هو ناجح جدا. انت دلوقتي عندك دوري غصب عنك الناس بتشوفه، غصب عنك ناس كتير جدا بتتابعه، حتى لو مش بتتابع معظم الماتشات. بس ما فيش حد اعتقد مثلا ما بيتفرجش على الماتشات الكبيره. لما الهلال يلعب النصر، ولما الاتحاد يلعب لا اكيد لما الهلال يلعب النصر ولما الاتحاد يلعب الاهلي، انت اكيد بتقعد تتفرج. ولما الاربع انديه دي بتلعب بعضيها اكيد هتقعد تتفرج. وحتى الانديه اللي اصغر شويه زي القادسيه، زي الشباب، زي الانديه دي بيبقى عندها لعيبه جامده برضو. يعني القادسيه عندهم اوباميانج، عندهم لعيبه. الشباب برضو هيبقى عندهم الاتفاق. فالانديه دي حتى الانديه الصغيره دي والانديه اللي صعب، ده غير نيوم. انت هتتكلم ان الدوري السعودي بمعنى اصح هيبقى فيه، يعني هيبقى فيه حوالي 7 انديه بتنافس. انا شايف كده، لان في 3 مشاريع هم اقل شويه من ال4 انديه الكبار، بس في الاتفاق، في القادسيه، في نيوم. دي مشاريع بيمتلكها مؤسسات كبيره، زي القادسيه بتملكه ارامكو، ونيوم طبعا صندوق نيوم، وحتى الاتفاق اعتقد ان هو مملوك لناس يعني فلشركه كبيره. فانت بتتكلم ان دي انديه برضه هتكون ليها تنافس. فانت متخيل دوري هيبقى فيه 7 انديه بتنافس. فتبص بقى لحالنا احنا في الدوري المصري وتتفرج كده وتقول لما فريق زي بيراميدز طلع سنه ينافس مع الاهلي احنا هبطناه. وانا هنا مش بتكلم كاني زملكاوي، وعشان انا مثلا زملكاوي متضايق على بيراميدز، يولع بيراميدز مش فارق لي. بس ابص مبدا المنافسه اللي مرفوض عندنا احنا، ونقول احنا الدوري بتاعنا احسن. لا، احنا الدوري بتاعنا مش احسن خلاص. لا انت احسن تنظيميا، ولا انت احسن تقنيا وشاشات وتلفزيون وعرض، ولا انت احسن مهاريا وحتى على مستوى اللعب. خلاص انت بتنحدر. طول عمرنا بنقول في مواهب عندنا، لا المواهب بتنزل يوم عن يوم. وامر لعيبه في الدوري المصري دلوقتي اصلا في الغالب بتبقى لعيبه محدوده الامكانيات برضه، مش بتبقى لعيبه زي بتاعت زمان تروح تحترف مره واحده. احنا كنا بنشوف لعيب زي ابراهيم سعيد، موهبته خليته يطلع على الدوري الانجليزي مره واحده ايفرتون، عمرها ما حصلت وعمرها ما اتشافت. فده معناه ان في موهبه طاغيه. انت المواهب دي قلت خالص دلوقتي. ما اعتقدش ان في لعيب في الدوري مثلا، او عموما اصلا دلوقتي افشخ لعيب لما راح مثلا من الدوري المصري، ومثلا اقول عبد المنعم مثلا تعب قوي في الدوري الفرنسي وعانى. كان حظه وحش، كان عنده مشاكل كتير جدا يعني في الاول، حظه وحش في الاصابات وكده، بس عانى برضه. وده اسمه لعيب توب من يعني احسن لعيبه في افريقيا، من احسن مدافعين في افريقيا. فطبعا مش يعني ده نظره كده بسيطه ومقارنه ما بين الدوري السعودي والدوري المصري. يعني بما ان مصر مش هنقدر ما نتكلمش عن الموضوع ده، محتاجين كتير قوي عشان نشوف الناس دي. مش بس فلوس، تخطيط. قبل الفلوس تخطيط. انت ممكن بالتخطيط تعمل دوري تنافسي قوي جدا، وانت كده كده مش يعني انديتك مش بتصرف حاجات قليله. الاهلي بيصرف كتير، بيراميدز بيصرف كتير، يعني الزمالك ربنا يعينه بس في العادي كان بيصرف من كام سنه. فانت بتتكلم في فلوس. اللي عندك فلوس بالنسبه للمستوى الافريقي كويسه جدا. ناقصك التنظيم وناقصك النزاهه مش اكتر عشان تبقى زي الدوري السعودي.
ميسي عموما انا شايف ان هو هيبقى جاي وحاطط بقى في دماغه التنافسيه مع رونالدو. نرجع بقى لموضوع ميسي يعني. وانا شايف ان هو هيبقى فعلا لعيب. يعني هيبقى بقى الجو ده بقى اللي احنا نتفرج عليه، الجو بتاع ميسي ورونالدو ده اللي احنا ايه مشتاقين له من زمان بقى. انا من نفسي هتفرج، يعني انا اكيد هبقى مستني اتفرج على ميسي ضد رونالدو باي قميص بقى، سواء ميسي هيلعب لاهلي جده، يلعب للاتحاد، هيلعب للهلال، ما اعتقدش هيلعب للنصر. يعني مش هيبقوا هما الاثنين في فرقه واحده، ده يبقى فجر بقى. تخيل يعملوها، تخيل النصر تضرب معاه. بس عموما الفرقه دي هتقع كده، فرقه فيها رئيسين تقع على طول. والنصر كده كده عنده مشاكل كتير. انا عارف ان طبعا مدربه البرتغالي اللي جاي ده انا عارفه ميجيل ده كويس. يعني انا بشوف ان هو مدرب كويس وممكن يعمل حاجه وعنده خبره شويه. ورونالدو عايزه، ما دام رونالدو عايزه يعني الدنيا هتمشي. ما دام رونالدو موافق عليه الدنيا هتمشي وهتبقى تمام. وهي الكوره كده، والنجوم كلهم كده في كل دورياتهم. لو صلاح مش راضي عن ارني سلوت الدنيا مش هتمشي. ولو ميسي مش راضي عن ماسكيرانو الدنيا مش هتمشي برضه. انت مشوك في كلمه. ففي نجوم بيبقوا اتقل من ان يتقال لهم لا. ايا كان انت مين، ايا كان انت مين. بس كده شويه فضفضه حبينا نفضفضها كده بالنسبه لخبر الدوري السعودي ده. ان انا شفت ان ميسي جاي يعني، فقلت ما ينفعش ما اطلعش اتكلم واوضح وجهه نظري كمان. لو وصلت لحد هنا اتمنى لو عجبك الفيديو انك تضغط لايك وتدوس سبسكرايب وتستناني في الفيديوهات الجايه. احنا بنرغي كتير ما وراناش حاجه، ولسه عندنا كاس عالم انديه وكلام كتير، ولسه عندنا انتقالات هنتكلم عنها ما اتكلمناش، ولسه عندنا بدايه دوري ورزنامه وليله. فاتمنى ان شاء الله يعني اللي يعجبه الفيديو يستناني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. انا مروان احمد وانت ورا مصنع الكور. مع السلامه.